بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، زينة الخلائق أجمعين، حبيب إله العالمين، المصطفى الأمجد، الرسول المسدد، أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، أما بعد. أعزائي المشاهدين، في هذا العمل إن شاء الله راح تشوفون معانا شخصية جديدة، لكن مو مثل ما عودناكم أن شبهة وردها. هالمرة في شيء أكثر أو أكبر من مجرد شبهة. راح تشوفون معانا شنو الشيء هذا. تابعونا إلى آخر المقطع. خلونا نشوف الشخصية هذه شنو سوت وما الجريمة التي ارتكبتها. شوفوا معي. سأل أبو يوسف من المملكة العربية السعودية عن حديث الرايات السود وحديث العمائم السود. هو ذكر وقال العمائم السود، وهو حديث الراية السود. وحديث الراية السود، نعم. نعم. هو ممكن تجاوبنا شيخ؟ يقتل عند كنزكم هذا 3 كلهم ابن خليفة، ثم لا يصير إلى واحد منهم، ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق فيقتلونكم قتلا لم يقتله قوم، فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا إلى آخره. الحديث طبعا قال عنه الشيخ الألباني إنه منكر. نعم. الحديث غير صحيح. أقول سبحان الله، أنا ما راح أشرح وايد، لا أعزائي المشاهدين بكم تتابعون معي وبتركيز. هذا الشخص أتى بقول الألباني أنه قال منكر. طيب خلونا نتابع كلام الألباني، ماذا قال وعلق على الرواية. فقط قال منكر. الألباني يقول في سلسلة الأحاديث الضعيفة حديث رقم 85 في الجزء الأول صفحة 197. لاحظ معي عزيزي المشاهد الآن، ستجد أن هذا الشخص بتر كلام جدا مهم. يقول الألباني: لكن الحديث صحيح المعنى دون قوله فأن فيها خليفة الله المهدي. الحين العبارة المنكرة هي خليفة الله المهدي، لكن الحديث صحيح المعنى. يكمل الألباني ماذا يقول: فقد أخرج ابن ماجه من طريق علقمة عن ابن مسعود مرفوعا نحو رواية ثوبان الثانية، وإسناده حسن بما قبله. فلماذا أخفى هذا الأمر على المشاهدين؟ ماذا يسمى هذا الفعل؟ خلوه يجاوب. للأسف الشديد أقول دلس من الطراز الأول. مع ملاحظة عزيزي المشاهد أن السائل كان يسأل عن الرايات السود التي تخرج من خراسان، مو عن لفظة خليفة الله المهدي. نعم، خليفة الله المهدي هذه عبارة منكرة عند الألباني، لكن الرواية أو الحديث صحيح المعنى مثل ما قال، وإسناده حسن بما قبله. المشاهد العزيز أتوقع الحين عرف جيدا أسلوب هذا الشخص. عندنا أيضا شيء آخر. هذا الشخص ماذا فعل؟ في حديث الثقلين المشهور المتواتر عند المسلمين، له طرق كثيرة جدا عند الشيعة وعند إخوانهم السنة. المقطع الجاي شنو يقول عن حديث الثقلين عند الشيعة؟ أعزائي المشاهدين تابعوا معي. طيب مثلا على سبيل المثال عندهم إمامهم الصدوق، هو ثقة عندهم وعلم كبير ومرجع كبير في الحديث. نعم. ومروياته عندهم معتمدة. نعم. هل إذا انفرد برواية كيف يقولون مثلا، وكيف يكون موقفهم من روايته إذا انفرد بها؟ هو في الحقيقة وحديث ثقلين. نعم. هو لم يرويه أو هو رواه. نعم رواه، لكن يعني لم يثبت سنده أو صحة. لا ذكر السند هو، بارك الله فيك. ثم أنا ما وجدته عند غير الصدوق، يعني هو انفرد به، اللي هو أني تركت فيكم كذا كذا. هذا الذي نعم وجدته أنه انفرد به. نعم. يقول انفرد فيه الشيخ الصدوق حديث الثقلين. أقول سبحان الله يا جماعة، ملاحظة عند اللابتوب وعند المكتبة الشاملة أو المكتبة الإلكترونية، يعني بزر واحد يقدر يعرف مصدر الحديث وين موجود،
موجود ترى في مصادر كثيرة جدا، رواها الشيخ المفيد، رواها الحلي في مختصر بصائر الدرجات، رواها الخزاز القمي، رواها أيضا ثقة الإسلام الكليني في موضعين. راح نكتفي نجيب موضع واحد حتى نبين للناس مقدار علم هذا الشخص وكيف انه يتلاعب على الناس. في مرآة العقول في الجزء 15 صفحة 356 الحديث رقم 6، وعلق العلامة المجلسي رحمه الله بقوله الحديث السادس صحيح. طيب وفي صفحة 359 الآن رواية على الإمام الباقر سلام الله عليه يقول: وقد بلغ رسول الله صلى الله عليه وآله الذي أرسل به فالزموا وصيته وما ترك فيكم من بعده من الثقلين كتاب الله وأهل بيته اللذين لا يضل من تمسك بهما ولا يهتدي من تركهما. إذن حديث الثقلين أعزائي موجود في كتب الشيعة وموجود في أقوى وأهم المصادر عند الشيعة هو الكافي، وصحح العلامة المجلسي في كتابه مرآة العقول مثل ما قلنا. ليش هذا التلاعب على الناس؟ ليش إخفاء الحقائق؟ أنا أرجو العاقل المنصف هو الذي يحكم. أيضا أمر آخر، أمر عجيب بصراحة، شيء يمكن محبيه ما يتصورونه منه. شوفوا معي هذا المقطع وبعدها شوفوا الشيء المهم. يقول الموضع الثالث أن زيارة الجامعة المعروفة رواها الشيخ الكفعمي في البر الأمين ورواها الشيخ الصدوق في الفقيه، وقد أسقط جملا منها لا توافق لمعتقده فيهم عليه السلام. نعم. إذن هو رجع أقر الخوئي أنه يسقط. إذن هو رجع أقر الخوئي أنه يسقط. نعم. نعم. طبعا هذا الشخص يبي من خلال استدلاله بكتاب السيد الخوئي انه يبين ان احد علماء الشيعة هو معروف بالصدوق كان يقتطع من الروايات. الشيخ الصدوق ما كان يفعل هذا الامر بتر مثل غيره، لا امر اخر. السيد الخوئي في نفس الجزء والصفحة ذكره من كتاب معجم الرجال في الجزء 16 صفحة 324. خلونا نفتح مع بعض نشوف الكلام اللي بترى هذا الشخص. الموضوع الثالث، طبعا الموضوع الثالث هذا الإشكال اللي نقله السيد الخوئي علشان يرد عليه. هذا الشخص ماذا فعل؟ نقل الإشكال ونسبه للسيد الخوئي انه اقر على هذا الاشكال. وراح تشوفون معاي شلون هذا البتر الغريب. الموضوع الثالث هذا الاشكال الان ان زيارة الجامعة المعروفة رواها الشيخ الكفعمي في البلد الامين ورواها الشيخ الصدوق في الفقيه، وقد اسقط جملا منها لا توافق لمعتقده فيهم عليهم السلام. والجواب، هذا كلام السيد الخوئي. لو تلاحظون اعزائي المشاهدين على الشاشة راح تظهر لكم الكلمة اللي اخفاها هذا الشخص، انه مكتوب على الشاشة قدامكم الان: والجواب عن ذلك يظهر مما تقدم، فإن الصدوق قدس سره لم يروها عن الشيخ الكفعمي المتأخر عن الصدوق، إلى آخر كلامه. مباشرة راح تشوفون انتم السيد الخوئي يرد هذا الإشكال، لكن هذا الشخص ماذا فعل؟ قرأ الإشكال ونسبه للسيد الخوئي وأخفى هذا على الناس. وسبحان الله، أي استخفاف بعقول الناس هذا الأمر. الناس يتابعون أهل هذه سبحان الله. وأنا عندي نصيحة حقيقة أعطيها لمحبي هذا الشخص لوجه الله. يقول الشاعر: ودع الكذوب فلا يكن لك صاحبا، إن الكذوب لبئس خلا يصحب. وأنا إن شاء الله لمحبي هذا الشخص أن يأخذون بهذا البيت الجميل. حقيقة ترى ما انتهى الأمر، احنا منتخبين بعض الأمور. أيضا
على السيد الخوئي. شنو قال؟ عنده اتصال أجراه في إحدى القنوات، مسألة خطيرة. ظهر هذا الشخص بيتكلم، ماذا نسب السيد الخوئي وماذا فعل؟ عزيزي المشاهد تابع معي. سمعت امبارح ان الخوئي هو يقول بان القول او يحرم الاعتقاد بتحريف القرآن او انه يضاعف الروايات في ذلك، وانا اقول لعلكم ترجعون الى كتاب البيان في تفسير القرآن للخوئي صفحة 226، ويقول ان كثرة الروايات يعني روايات وقوع تحريف القرآن تورث القطع بصدور بعضها عن المعصومين ولا اقل من الاطمئنان لذلك، وفيها ما روي بطريق معتبر. آخر ما عند الشيعة الخوئي، والخوئي صرح بأن الروايات صحيحة إلى الأئمة. أقول والله هذا افتراء محض على زعيم الحوزة العلمية السيد الخوئي رضوان الله عليه. كلام يعني أنا ماني عارف شلون أوصله للمشاهد. أنا بالمشاهد العزيز يتابع معي ويركز معي، ونرجع لكتاب السيد الخوئي رحمه الله في كتاب البيان اللي هو أشار له في نفس الصفحة اللي هو قرأ منها، صفحة 226. ماذا يقول؟ طبعا الكلام اللي أنا راح أقرأه هذا الكلام تحت خط أحمر، هذا الكلام المبتور. يقول السيد أن هذه الروايات لا دلالة فيها على وقوع التحريف في القرآن بالمعنى المتنازع فيه. شنو يعني معنى المتنازع فيه؟ النقصان. طيب التحريف الموجود في شنو؟ في المعنى، أي تفسير آيات القرآن. هذا ما أخفاه هذا الشخص عن الناس، وذهب مباشرة إلى الكلام الموجود في آخر الكلام السيد الخوئي، إلا أن كثرة الروايات تورث القطع بصدور بعضها عن المعصومين. نعم في روايات صدرت عن الإمام سلام الله عليه، لكن التحريف المقصود منه مو تحريف النقصان، تحريف المعنى. أي بتر هذا؟ نحن لا ندلس، نحن نبين الحقائق. عرفنا الآن ماذا بتر هذا الشخص. طيب ما هو رأي السيد الخوئي رحمه الله في تحريف القرآن؟ في نفس الكتاب في صفحة 259 ماذا يقول؟ النتيجة: ومما ذكرناه قد تبين للقارئ أن حديث تحريف القرآن حديث خرافة وخيال لا يقول به إلا من ضعف عقله أو من لم يتأمل في أطرافه حق التأمل. إذن هذا كلام السيد الخوئي، وهذا رأيه في القرآن. ليش الافتراء؟ لما التدليس على الناس؟ ما هي المصلحة؟ والله كل منصف يعرف. أنا أترك الجواب والحكم للمنصف. الشخص هذا لديه سلسلة في هذا النوع من التدليس والبتر، ويحاول قدر الإمكان زرع البغض والفتنة في قلوب المسلمين. كيف ذلك؟ أعزائي المشاهدين تابعوا معي هذا المقطع ضروري جدا. يعني من لا يعتقد بالإمامة أيضا نجس. نعم، وقد ذكر ذلك حتى الخوئي. قال هو أنجس من الكلب وأكثر من اليهودي والنصراني. هذه عقيدتهم. أقول والله كذب على السيد الخوئي، عكس كلام السيد الخوئي تماما. كيف ذلك؟ السيد الخوئي عنده كتاب اسمه كتاب الطهارة، التنقيح في شرح العروة الوثقى كتاب الطهارة في الجزء الثاني صفحة 85 يقول: إلا أن منكر الولاية إذا أجرى الشهادتين على لسانه يحكم بإسلامه ظاهرا لأجل الأخبار المتقدمة، هذا كله مضافا إلى السيرة القطعية الجارية على طهارة أهل الخلاف. الله أكبر، عكس كلامه تماما. يا جماعة هذا شو يسمونه؟ خلوه هو يجاوب عن نفسه. دلس من الطراز الأول. لا، والأمر ما انتهى إلى هذا الحد أعزائي المشاهدين. مو بس فقط بتر في كتب الشيعة، لا، بتر في كتبه هو بعد. شنو سوى؟
شنو قال؟ أعزائي المشاهدين تابعوا معي. خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن ثم جعل ما بين كل سمائين كما بين السماء والأرض وكثفهن مثل ذلك وجعل بين كل أراضين كما بين السماء والدنيا إلى آخر ما ذكر. نعم. ثم رفع العرش فاستوى عليه فما في السماوات سماء إلا لها أطيت إلى آخر ما ذكر. ابن تيمية يقول: وهذا الأثر وإن كان من رواية كعب فيحتمل أن يكون من علوم أهل الكتاب ويحتمل أن يكون مما تلقاه عن الصحابة. ورواية أهل الكتاب التي ليس عندنا شاهد هو لا دافعها لا يصدقها ولا يكذبها، يعني لا تصدق ولا تكذب. أين ذكر يعني لماذا هذا التهويل وهذا الاستهزاء الذي حصل منه؟ يقول كيف يروي هذه الرواية؟ ابن تيمية يقول أن الرواية هذا أثر ويحتمل أن يكون أخذه من أهل الكتاب، يحتمل أن يكون لما قال يحتمل يعني أن ابن تيمية رحمه الله لا يصحح هذه الرواية ولا يعتمدها. أقول سبحان الله، الحكم بيننا وبين هذا الشخص المشاهد العزيز. نرجع إلى نفس الكتاب ونفس الجزء ونفس الصفحة، خلونا نشوف هذا الشخص شنو بتر. في بيان تلبيس الجهمية الجزء الثالث صفحة 268. طبعا هو قاعد يقرأ الرواية. شو الرواية اللي قراها وما كملها؟ الرواية: ثم رفع العرش أي الله سبحانه وتعالى فاستوى عليه فما في السماوات سماء إلا لها أطيط كأطيط الرحل العلا في أول ما يرتحل من ثقل الجبار فوقهن. يعني الله سبحانه وتعالى جالس على العرش من ثقله يطلع صوت، تعالى الله علوا كبيرا. طيب، قرأ كلام ابن تيمية لكن ما كمل كلامه. ابن تيمية ماذا قال؟ وهذا الأثر وإن كان هو رواية كعب فيحتمل أن يكون من علوم أهل الكتاب ويحتمل أن يكون مما تلقاه عن الصحابة. ورواية أهل الكتاب التي ليس عندنا شاهد هو لا دافعها لا يصدقها ولا يكذبها. يا جماعة هذا الكلام اللي ما أكمله هذا الشخص. فهؤلاء الأئمة المذكورة في إسناده هم من أجل الأئمة وقد حدثوا به هم وغيرهم ولم ينكروا ما فيه من قوله من ثقل الجبار فوقهن. فلو كان هذا القول منكرا في دين الإسلام عندهم لم يحدثوا به على هذا الوجه. يعني يا جماعة ابن تيمية يقر هذا الكلام، ولو كان هذا الكلام يخالف دين الإسلام لما رووه. فسبحان الله، يعني يبي يوهم الناس أن ابن تيمية رد هذا الكلام والحال هو العكس. يقبل المضمون. نعم، ابن تيمية يقبل هذا المضمون، يقول له هذه الرواية مو صحيحة ومنكرة. كان هؤلاء الأعلام العلماء ما رووا هذا الكلام في كتبهم. لا أدري لماذا هذا التزوير. والله كل شخص منصف عرف الآن هذا الشخص بأمثال هذه التدليسات والتزوير وتحريف الحقائق والله ما أراد بهذا إلا زرع الفتنة بين المسلمين. والطريف في المسألة أعزائي المشاهدين أن هذا الشخص يقول نحن لا نكذب ولا ندلس ولا نموه على الناس بخلاف البرامج الأخرى. بخلاف البرامج التي تعتمد التمويه وتزوير الحقائق والكذب بما يعود بالضرر على المسلمين بمختلف الأساليب التي يستعملونها. طبعا كل منصف عرف هل هذا الشخص أمين وصادق في نقله أم لا. ما تكلمنا بأي شيء إلا بدليل. عرف المشاهد حقيقة هذا الشخص. وعندنا ترى سلسلة طويلة لهذا المتلاعب في الكتب، لكن انتخبنا منها، وإن شاء الله نعدكم بأمور أخرى أيضا لهذا الشخص ولغيره أيضا، ولا أريد الإطالة أكثر من ذلك.
وإلى ذلك الحين عطروا أفواهكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.